تخيل معايا كده فيه دولة عمرها 250 سنة، قضت 222 منهم مش في بناء ولا اختراع ولا تعليم. لا يا صاحبي، قضتهم في صراعات، تدخلات ومواجهات حوالين العالم. يعني ببساطة 93% من عمرها وهي ماسكة سلاح. احنا دايما بنسمع عن أمريكا كدولة حريات وتكنولوجيا وحقوق إنسان، بس في تاريخ تاني مظلم، تاريخ مش بيتقال في الكتب ولا في نشرات الأخبار، تاريخ ممكن يخليك تعيد تفكيرك في كل حاجة. الولايات المتحدة اتولدت سنة 1776، وبعد أقل من 30 سنة نزلت أول حملة عسكرية بره أرضها. فين؟ في دارنا، مدينة ليبية، سنة 1805. يعني من أول الطريق السلاح كان دايما جزء من المشهد. من يومها دخلت أمريكا في أكتر من 90 دولة، في أمريكا الجنوبية، آسيا، أوروبا، الشرق الأوسط وأفريقيا، بس طبعاً بأسماء مختلفة: عمليات حفظ سلام، دعم حلفاء، تحقيق الاستقرار. بس لو مسكت الخريطة هتلاقيها كلها نقط حمراء بتتحرك كل سنة. يعني إيه دولة تقضي 93% من عمرها في رعاة؟ ده مش صدفة، ده مش دفاع عن النفس، ده نمط، منهج، سياسة. السؤال اللي بيطرح نفسه، لو في حضارة حقيقية هل ممكن يكون تاريخها بالشكل ده؟ وإحنا ليه مش بنتكلم؟ ليه كل ده مش بيتقال في الإعلام؟ واللي جاي أقوى بكتير. دي أول حلقة من سلسلة القائمة السوداء، التاريخ الممنوع. هنفتح ملفات متقفلة وهنحكي حكايات محظورة، وهنخلي التاريخ يتكلم بصوته الحقيقي. لو مهتم تعرف الحكاية اللي محدش بيحكيها، دوس لايك واشترك وسيب تعليق بقى. أنا مكمل معاكم. خربوش شاي هتقلب لك التاريخ فنجان فنجان.